يلا بينا على سيوه. انا عامله الشنطه ستاند علشان ايه ما عنديش اي حاجه ازور عليها دلوقتي. المهم ان انا جهزت كل حاجه خلاص، شنطتي جاهزه وكل حاجه جاهزه، ودلوقتي قاعده مستنيه العربيه تيجي. بعتوا لنا مسج الصبح قالوا لنا ان الباص هيتحرك على الساعه 1 بالليل، والمفروض ان الطريق بياخد حوالي 14 ساعه من اسكندريه لسيوه. فانا لسه مش عارفه اي حاجه وما اعرفش حاجه خالص وما عنديش اي فكره عن الموضوع، فانا هجرب كده وهتعلم كل حاجه وهحكي لكم كده واحنا مع بعض في الطريق. يلا بينا. هي العربيه قربت علينا خلاص، فلازم قبل ما انزل معلش لازم اوريكم الفاينل اوتفيت. يلا بينا. ولابسه كل حاجه وكميه هدوم اصلا علشان انا عارفه ان سيوه تلج، بس ان شاء الله الجو يظبط الصبح يعني. بس وننزل مع بعض بقى نشوف الكروكس الجديد. يلا بينا عشان السواق قرب خلاص. جبل مرات المقابر الرسمية لأهل سيوة زمان. المكان دوت فيه أكتر من 5000 مقبرة. تمام. شكل المقابر هنا من بعيد على شكل خلايا النحل من كتر ما هم كتير. وصلنا سيوة. كنت فاكرة ان الطريق هياخد 14 ساعة، طلع الموضوع ابسط من كده بكتير الحمد لله، والطريق اخد تقريبا 9 او 10 ساعات. احنا الباص اتحرك بينا تقريبا الساعة 1:30، وصلنا الساعة 10:30 11 الا ربع حاجه كده. اللي حصل بقى ان الناس اللي موجودين في الاوتيل لسه ما عملوش تشيك اوت، فقالوا ان الحاجات احنا كنا المفروض نروح على الاوتيل الاول وبعد كده ننزل نروح مش عارفه نزور جبل ايه كده، وكنا هنزور جبل وبعد كده كنا هنزور معبد امون تقريبا ولا معبد الاسكندر حاجه كده. بس عشان الناس لسه ما عملتش تشيك اوت من الاوتيل، فاحنا المفروض هنعمل الحاجات دي الاول وبعد كده هنرجع على الاوتيل وبعد كده هننزل على جزيره اسمها جزيره، هقول لكم لما نرجع، بس انا ما نمتش غير ساعه ونص فهقول لكم واحنا ماشيين. قالوا لنا بقى ان احنا نروح نلف في السوق شويه ونشتري شويه حاجات قبل ما نطلع على الاوتيلات وقبل ما نطلع على الاماكن اللي احنا رايحين نزورها، عشان الاوتيل والاماكن اللي احنا رايحين نزورها في جبل ومفيش اي حاجه حواليها ومفيش اي حاجه جنبها. ماما هتفرح قوي لما تشوف الفيديو ده، عشان هي قالت لي انت رايحه على جبل ومش هيبقى في حاجه جنبك ورايحه تقعدي لي في صحراء ومش رايحه تقعدي لي في صحراء. قعدت اقول لها لا ازاي، دي مدينه ودي كل حاجه حواليا ودي مش عارفه هركب مواصلات واروح لاي حاجه، وطلع بجد عندها حق مفيش اي حاجه حوالينا وبجد مفيش اي حاجه. وبعدين قالوا لنا كمان ان احنا هنروح عند ATM لو احنا عايزين نسحب فلوس او كده، وبعدين قالوا لنا انه مفيش غير بنك واحد بس في سيوه كلها ما فيهاش غير بنك واحد اللي هو البنك ده. وبعدين المفروض ان احنا بنمشي كده ثواني وبندخل بقى هنا عند ATM عشان نسحب فلوس. فاللي هيجي يعمل حسابه ان هو يبقى معاه كاش، يا اما لو نازلين في اوتيل عند السوق هيبقى الوصول للبنك سهل جدا، لان البنك في وش المسجد الكبير، والمسجد الكبير مشهور والناس بتعرف توصل له بسرعه. بس هو الكاش اضمن لو انتوا بقى نازلين شبهي كده في اوتيل عند الجبل. المهم ان انا مبسوطه بقى في شجر في كل حته. وبعدين المهم رحنا اخدنا بقى الجوله اللي في السوق دي، فلقينا اتفرجنا بقى على الحاجات اللي هي المشغولات اليدويه والباوتشز والشنط والحاجات اللي هي بقى بالشكل السيوي دي. وكمان كان في عندهم بقى كل حاجه معموله من الملح، كان في شمع معمول من الملح، كان في شبه الصابونه كده بيقول لنا ان هي بار ملح ممكن تستخدموها ان انتوا تعملوا بيها سكراب، وممكن تستخدموها ان انتوا تحطوها في الميه بتاعه الشاور وتقعدوا فيها بتطلع بقى الطاقه السلبيه والحاجات دي كلها. فانا هروح اشتري الحاجات دي كلها بقى والحاجات الكتير اللي انا شفتها دي في اخر يوم ان شاء الله، عشان احنا المفروض نروح تاني السوق اخر يوم نعمل بقى شوبينج ونشتري الحاجات دي كلها قبل ما نروح. فانا مش هشتري اي حاجه من دلوقتي، هشتري كل حاجه وانا مروحه. هنا كمان محل تاني كان عندهم حاجات بيعملوها حاطين شبه كريستالات ملح كده جوه خشب، فصاحبتي بتساله بتقول له هو ده كريستالات ملح جوه خشب؟ قال لها الخشب ده من اشجار الزيتون. اول ما دخلت المحل انا كنت شامه ريحه الزيتون، بجد حاجه تحفه. هحط لكم الفيديو وهحط لكم الصور وهحط لكم كل حاجه.
لقيت ان الاوتيل تحفه وكل حاجه فيه تحفه، وعلى مش عارفه ايه السيوي وكل حاجه نظيفه وكل حاجه فظيعه، ولقيت الريفيوز من الاجانب فظيعه وما حصلتش على بوكينج. وبعدين وصلت لقيت الشيتس متوسخه، التويلت مقرف، ومفيش روم اصلا، وقعدنا تقريبا نص ساعه مستنيين في الريسبشن بره على ما ندهونا نعمل تشيك ان، وحاجه قذره بصراحه. المهم ان انا ندهتهم وقلت لهم ان عندي مشكله وان انا عايزه اغير الروم، قالوا لي ان مفيش روم تانية فاضيه غير الروم دي، وان هم هينضفوا بعد ما احنا نمشي وهيغيروا الملايات وكل حاجه هتبقى نظيفه وزي لما ارجع بقى هشوف الدنيا. بس لغايه دلوقتي انا مش مبسوطه خالص، وبجد الروم مقرفه تقرف الكلب. اللي انا صورته ده بس الحاجات اللي على الحيطه دي هي الحاجه الوحيده اللي شكلها حلو في الروم، غير كده بجد الروم مقرفه. عشان برضو الانسان يقول اللي ليه واللي عليه، الفيو بتاع الاوتيل تحفه، يعني اللي انا شايفاه قدامي فظيع، تحفه جدا جدا جدا. شكل الرومز من بره حلو جدا جدا. اهو الفيو بتاع الاوتيل احنا شايفين الجبل وشايفين مش عارفه ايه برج الحمام ده، وشكله حلو قوي وكل حاجه. اتمنى ان هم يظبطوا الدنيا ويصلحوا القرف اللي جوه ده، عشان بجد انا قرفانه جدا. وبعدين اخدت شاور، يعني المايه نازله من الدش ريحتها مقرفه، وانا بجد حسيت ان انا اتوسخت مش ندفت، حاجه قذره جدا. وبعدين الشاور هيد مصديه، وبعدين في ستيكر كده ملزوق مكتوب عليه ان هو ضمان مش عارفه ايه ضد الصدأ، ومستحيل ان هو يصدي. هبقى اصورها لكم، بجد شكلها مسخره. مش مصدقه اقسم بالله ان انا بعمل كده. اخدنا السفينه وطالعين بيها لوحدنا وعمالين نبعد عن الجزيره، وبعدين احنا قررنا ان احنا هنتوه عادي جدا وهيبعتوا حد يجيبنا، مفيش مشكله. بس الفيو قدامي احيه على الجمال. Look at this view. انا كل خوفي دلوقتي لحسن الموبايل يفلت من ايدي في الماء. This is what's surrounding us. احيه. تعالي تعالي. صباح الخير. امبارح كنت ناوي اعمل حاجات كتير بقى واحكي حاجات كتير، بس طبعا روحت نمت مقتوله، ما كنتش شايفه قدامي، تعبت قوي قوي طول اليوم ولفينا ورحنا حتت كتير قوي، فجيت على اخر اليوم كنت خلاص بقى بجد مش قادره. ده غير ان انا يعتبر اتغديت امبارح شيبسي، لان هنا الاوتيل اللي انا فيه جنب الجبل، فما فيش جنبه اي مطاعم وما فيش جنبه اي حاجه خالص، فما عرفتش اكل اي حاجه. والمطعم اللي في الاوتيل نفسه حتى برده بيعمل كل حاجه بالفراخ، طب وانا فالمهم ما كانش فيه اي اوبشن يتاكل. اعتقد ان ممكن يبقى فيه اوبشن فرايز او حاجه كده، بس انا مش لاحقه يعني. ما علينا. هو اول ما بسال على اي حاجه تانية غير الفراخ، فتلاقيهم بيقولوا لا احنا ما عندناش الاوبشن ده، ولا بيتزا ولا في اي حاجه فيها سي فود ممكن تتاكل. وانا ما عنديش مشكله في اي حاجه فيجيتيريان اصلا، بس يعني حتى الحاجات الفيجيتيريان اللي هم بيعملوها بتبقى خضار في طاجن كده، بيبقى شكله مش عاطفي خالص، فانا مش هاكله الصراحه. ومطعم البيتزا كان في مطعم كده، المطعم بتاع فول وفلافل، فقالوا لي انت ممكن تجيبي بيتزا من مطعم الفول والفلافل. فانا يعني يوم ما اشتري بيتزا مؤمن اكله من مطعم فول وفلافل، ايه القرف يعني؟ مستحيل كانت تبقى حلوه، وانا صراحه كنت هعرف جدا اكلها بصراحه. الفيو تحفه، انا شايفه الجبل من عندي ثانيه واحده، يعني واقفه بكلمكم وانا شايفه كده، مش عارفه باين ولا لا عشان الشمس، اعتقد مش باين عشان الشمس. ممكن اصوره لكم بقى بالكاميرا بتاعه الباك لما اخلص اتكلم الاول. بس فاحنا مروحين وقفنا عند سوبر ماركت كده، جبت شيبسي وجيت اكلت الشيبسي ونمت على طول. صحيت على صوت المنبه الساعه 8 الصبح، المفروض دلوقتي نروح نفطر ونشرب قهوه، وبعدين نرجع نجهز بسرعه جدا جدا عشان نطلع على بحيرات الملح، وبعد بحيرات الملح حمام كليوباترا، وبعد حمام كليوباترا هنروح السفاري. فاحنا عندنا يوم ما حصلش النهارده. بعد السفاري بقى هحكي لكم ايه اللي هيحصل، مش هحكي لكم دلوقتي، اوريكم بقى الفيو. هو ده اللي انا كنت شايفاه وانا بتكلم، تحفه تحفه، كل حاجه حلوه جدا.
ما عدا انا جيت تاني عشان نسيت احكي لكم ايه اللي حصل في الروم امبارح. انا قلت لكم ان الروم كانت مش نظيفه وكانت معفنه جدا وكل حاجه كانت مقرفه جدا وكل حاجه قذره جدا. وبعدين رحت اتكلمت مع صاحب الاوتيل وقلت له ان انا مش صاحب الاوتيل، مدير في الاوتيل، وقلت له ان كل حاجه مش نظيفه وحتى الملايات كانت مش متغيره وكل حاجه كانت قذره والتويلت كان عايز يتنضف وكل حاجه كانت معفنه. يعني انا لقيت ورقه بونبوني على الارض، فانتوا ما لمستوش الاوضه اصلا قبل ما تدوها لنا. المهم رحت اديت له المفتاح واحنا ماشيين وقلت له بقى ينظف الاوضه وكده. فالصراحه بصراحه نظفوا الاوضه ورجعت لقيت الملايات كلها متغيره والاوضه متنضفه كويس قوي، كانت كل حاجه تمام جدا بصراحه بقى، يعني بمنتهى الامان. بس فدي حاجه تتحسب لهم بصراحه ان هم نظفوا بجد، كل حاجه كانت نظيفه بجد، ما كنتش قرفانه من اي حاجه بعد ما رجعت بالليل. بس كده يلا نروح نفطر. يعني انا بقول ادي لجسمي الشوك مره واحده صح؟ حلوه قوي. حاسبي بالراحه يا زين. النهارده يوم السفاري وكل حاجه كانت تحفه، كانت بجد تحفه. انتوا كده كده هتشوفوا فيديوز كتير وهتشوفوا كل حاجه، انتوا زمانكم شفتوا كل حاجه اصلا. السفاري كانت فظيعه وكل الفيديوهات اللي انتوا شفتوها هي مفيش حاجه يعني بجد والله العظيم. الفيديوز بجد doesn't do justice للي كان بيحصل في الحقيقه. انا كنت قاعده في الكنبه اللي ورا خالص وصحابي كانوا قاعدين قدام وفي شويه كانوا بيقعدوا هنا وشويه كانوا بيبدلوا معاهم بقى. انا بجد مش عايزه اطلع اقعد قدام من الجمال ورا. الكنبه اللي ورا احلى مكان يتقعد فيه في وقت السفاري ده وفي وقت بقى الدونز وهم عمالين يعملوا كده ويعملوا كده والحاجات دي كلها. احنا دلوقتي رايحين نعمل ساند بوردنج، بس المشكله ان الموبايل 4% ومش عارفه اصور. بس احنا هنعمل ساند بوردنج، هصور لكم بس الحته اللي هنعمل ساند بوردنج منها، والمفروض ان احنا هنتزحلق بقى في الحته دي دلوقتي، وبعد كده بالليل بقى احكي لكم كل حاجه بالتفصيل. طب هدف لي ميه خلاص. هنزل انا وهي انا مش قادره بس انا عارفه صوتي بقى سبب انا ورايا. احكي لكم بقى اللي حصل. رحنا بقى الصبح الاول بحيرات الملح وكل حاجه كانت حلوه جدا جدا جدا. انا في الاول بس وانا بنزل نزلت نازله جاموسه كده لان هي اول مره، وبعدين قلبت بوشي فصاحبتي لحقتني بالفوطه الحمد لله، مسحت وشي بسرعه عشان عيني كانت بدات بقى تدمع وكده، وعيني وجعتني قوي وحرقت الميه. ملح قوي قوي قوي، هي اصلا بحيره ملح يعني انتوا لو عملتوا كده هتمسكوا ملح. والارض كمان الارض ناشفه جدا جدا جدا، فلو حد رايح يا يبقى لابس مثلا كروكس او شبشب او اي حاجه، او يبقى معاه الكوتشي بتاع نزول البحر عشان هيساعد قوي، عشان الارض فيها ملح كمان غير القطع الصغننه. هو مش
ملح صغنن وفي ملح كبير، يعني قطع كبيره كده هتلاقوها في الارض. دي اول حاجه. وبعدين لما طلعت ونزلت تاني دي بقى كانت احسن بكتير. نزلت كويس بقى وعرفت اعوم كويس وعرفت اتعامل فيه، عرفت اعمل ايه. هو مهما حصل ما حدش بيغرق ما عدا مين؟ ما عدا روان صاحبتي. روان صاحبتي الوحيده اللي غرقت في بحيره الملح اللي مستحيل حد يغرق فيها. قلت عيب عليك، المستحيل عيب عليك. من المستحيل ان حد يغرق في محيط الملح. هي غرقت. حققت المستحيل. عين كليوباترا مش الصراحه معفنه الصراحه، يعني هو المنظر كان مقرف جدا ان هو ينزل، لان هي كانت مليانه طحالب وكان شكلها مش حلو خالص. دي حاجه. تاني حاجه ان هو في سلالم ننزل بيها كده وفي سلالم ننزل بيها من الجنب التاني كده، وبعدين اول ما تنزلوا كده العمق قالوا لي 10 متر. فاحنا كل اللي عملناه بس ان احنا فضلنا قاعدين على السلم وحطيت رجلي عليها وغسلت منها وشي كده بس وشكرا. وطلعنا في مكان نغير فيه هدومنا في عين كليوباترا، في مكان يتغير فيه الهدوم، بس هو مكان قذر جدا وشاور قذر جدا 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 جدا. هو في تويلت، المفروض الباب بتاع التويلت اهو، وفي ازاز كده بيبقى في الابواب القديمه دي، ده بقى الازاز مش موجود، يعني اي واحد معدي ممكن يشوف كل حاجه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان التويلت ده ميكس، يعني ممكن تلاقوا الطابور كده بنات وولاد، وانت وحظك بقى اللي يدخل وكده. ده التويلت بتاع حمام كليوباترا. الثانيه بقى بحيرات الملح مفيش فيها تويلت، بس في عربيات بترش ميه، يعني في عربيات مش بترش ميه، هي في عربيه كده فيها تنكات ميه، جراكن ميه كبيره كده، وبيفتحوا الحنفيه وفي حنفيه بقى بتنزل ميه ضعيفه جدا بس ميه. الحمد لله. خلصنا عين كليوباترا وطلعنا على السفاري. انتوا المفروض بقى شفتوا اللي حصل في السفاري وشفتوني وانا بسف في تراب الارض وشفتوا كل حاجه، بس والله العظيم اي وود دو تاني. واحنا مروحين من السفاري فتحنا الشباك اللي فوق ده في العربيه اللي اسمه ايه، فتحنا السان روف بتاع العربيه وطلعنا اتفرجنا على النجوم وعملنا كده بقى. كانت بجد تحفه. ما حصلتش احلى حاجه. انا مش عارفه اختار حاجه واقول احلى حاجه في اليوم، لان كل حاجه حصلت النهارده كانت تحفه حلوه جدا. وبعدين احنا والبنات اللي كانوا معانا في العربيه طلعنا كده، طلعنا دماغنا من الشباك وقعدنا نتفرج على شكل النجوم اللي في السماء. هو ايا كان الموبايل ادفانس قد ايه عمره ما هيجيب جمال السماء كان عامل ازاي. بجد السماء كانت تحفه والنجوم كبيره وحسن والنجوم قريبه، هي بجد كل حاجه كانت حلوه قوي. وبعدين رحت علشان اتغدى في مطعم، المفروض ان هو مطعم كاتب ان هو عنده سي فود، وبما ان حضرتي بسكتيريان باكل سي فود بس وخضار، انا ولا لا يا خضار ولا لا يا سي فود. المهم رحنا لقينا ان المطعم خلص خلاص وكل حاجه لسه وكل حاجه مش موجوده. فانا دلوقتي هنزل اشوف بقى الاكل اللي في الاوتيل تحت، مش تحت، امشي كده اشوف الاكل اللي في الاوتيل بره، ان شاء الله الاقي اكل كويس. لقيت اكل كويس، لقيت ما لقيتش اكل كويس هروح اطلب بيتزا من عند بتاع الفول. يا هجيب سندوتشات فول. لازم اكل، انا لازم اكل في البلد دي. انا بجد مش عارفه اكل ايه في البلد دي والله تعب. هي كل حاجه حلوه قوي بس عندهم نقص في المطاعم مش طبيعي. ايه ده؟ وبعدين ليه اصلا المطعم، احنا رحنا المطعم كانت الساعه 7 او 7 ونص، ليه المطعم يخلص الساعه 7 او 7؟ يلا بينا نمشي. احنا دلوقتي رايحين السوق، هشوف الاكل الاول بعد كده هنروح السوق. احنا كده رايحين السوق بكره، بس احنا ايه ممكن نخليها بكره تفاسيح كده، والنهارده هحاول على قد ما اقدر ان انا اشتري كل الحاجات اللي انا محتاجاها. بس يلا بينا. اخيرا هي بيتزا. هحط لكم صوره البيتزا في الحته دي كده. هي البيتزا كانت حلوه مش وحشه، بس انا لما اكلتها كانت ساقعت، لان احنا اخدنا البيتزا بتاعتي. السواق بجد الجايد اللي معانا ربنا يكرمه بجد فظيع، وكلم لنا سواق يوصلنا فظيع جدا جدا جدا. فاخدنا على مطعم يطلب لنا بيتزا، وبعدين ناخد البيتزا نروح بيها على مطعم تاني بيعمل بقى المردم، علشان روان كانت عايزه تجرب المردم. فاحنا اكلنا الاثنين مع بعض وبجد الاكل كله كان تحفه، واحنا اتبسطنا جدا 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 النهارده. اجمد يوم في سيوه النهارده بجد. يلا بينا نروح بقى عشان العربيه واقفه مستنيه. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت. انا صوتي رايح اصلا، عايزه انام. الساعه دلوقتي 6:15. احنا فضلنا سهرانين فوق مع تقريبا كل الناس اللي قاعده في الاوتيل. سهرنا كلنا مع بعض بقى وقعدنا نلعب بقى مونوبولي، اتبسطنا جدا ولعبنا افلام، وكانت بجد سهره مسخره ومبسوطه قوي. انا للاسف الشديد زوري لسه وجعني جدا جدا من كتر الرمله اللي انا سفتها في الصبح في الساند بوردنج. بس المهم يعني ان الساعه دلوقتي 6:15 واحنا المفروض ان احنا هندخل ننام ساعتين علشان هنصحى الصبح بقى نكمل. عندنا 2 فيزيتس بكره، هنروح قلعه شالي وهنروح السوق بس كده. فاحنا هندخل ننام دلوقتي ساعتين نصحى الصبح. يلا باي. احنا خلاص كده المفروض نعمل تشيك اوت من الهوتيل، بس هو احنا لسه رايحين الرحلات اللي هي بتاعت قلعة شالي وزيارة السوق والحاجات دي. بس احنا هناخد الشنط بتاعتنا نحطها في الباص عشان نخلص الزيارات دي كلها بقى ونرجع على اسكندرية على طول ان شاء الله.